ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين اجنحه. هنعمل اجنحه مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. هنا انا معايا اجنحه غسلاها ومنضفاها ونقعاها بليمون ودقيق وملح فتره كبيره عشان خاطر تنزل الزفاره. وهنا الصينيه مقطعه فيها خضار زي ما انتم شايفين، بصل وفلفل وقوطه مقطعه شرايح كده وحطها في قاع الصينيه. هنا هنعمل التتبيله مع بعض. هنا دي زبادي، معلقتين صلصة. تتبيلة جميلة وسهلة وطعمها جميل قوي وسريعة على طول. وهنا معلقة صويا صوص، وهنا نص معلقة ملح وفلفل أسمر ونص معلقة بهارات كده ومعلقة بهارات فراخ. التتبيلة دي جميلة أوي، بتخلي طعم الأجنحة جميلة وبتفضل طرية وحلوة وما بتنشفش معاكي. وفي ظل الظروف اللي احنا فيها ديت والغلا، اي حاجة بقى انت تمشي نفسك بيها زي ما انتوا عارفين. والولاد بيحبوها وخفيفة وجميلة. هنا انا عملت التتبيلة اهوت. هتبل الاجنحة فيها. تسيبيها بقى، انا يعني عملتها على طول، كنت مستعجلة. انت عايزة تسيبيها بقى ساعة نص ساعة، دي حاجة ترجع لك. كل ما تقعد برضه في التتبيلة اكتر هتبقى احسن وافضل طبعا. يعني بصي كده انا تبلتها كويس، وهرصها بقى ايه على الخضار اللي انا مقطعاه في الصينيه. بصوا بقى عشان ايه الخضار يحمل الاجنحه. انتوا عارفين ان الاجنحه بتبقى ضعيفه، عشان يحمل الاجنحه من ناحيه ويدي طعم برضو وريحه. والخضار ده بيستوي بيبقى فيه صوص كده وبيبقى حلو. التتبيله دي بتنزل عليه والطعمه برضو بتبقى جميله. هنا انا رصيت الاجنحه كلها. انت بقى هتقفليها بورق ألمونيا وتحطيها الفرن. مستعجله حطيها على وش البوتاجاز شويه، تاخد غلوتين تلاتة كده، وبعدين حطيها في الفرن. انا كنت مستعجله، شغلت عليها وش البوتاجاز على العين من فوق كده 10 دقايق، وبعدين حطيتها في الفرن بقى. هنا زي ما انتوا شايفين كده حطيتها في الفرن هتكمل سوا. وبعد ما تستوي معانا بتبقى جميله أوي وحلوه وخفيفه وطريقه سهله وبسيطه. وفي نص ساعه بالظبط كانت عملت. اتمنى اللي اول مره يشوف قناتي يدوس لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. هي دي كانت طريقتي في الاجنحه. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.